أصدقائي الرياضيين، السلام عليكم. يسرني أن أقدم لكم ورقة تعريفية عن كأس العرب للفرق البطلة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، والتي تحمل اسم كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2022-2023 في نسختها 30. ستقام هذه الدورة بالمملكة العربية السعودية من 27 يوليو إلى 12 أغسطس بمدينتي الطائف وأبها. النسخة 30 تعرف حضور 16 ناديا في المشهد النهائي، ومجموع المكافآت المالية تبلغ 10 ملايين دولار. يحصل المتوج بالدورة على 6 ملايين دولار، الوصيف على 2.5 مليون دولار، الفرق المتأهلة لنصف النهائي تحصل على 200 ألف دولار، والفرق المتأهلة لربع النهائي 150 ألف دولار، والفرق التي تلعب دور المجموعات تحصل على 100 ألف دولار، كما يحصل الفرق التي لعبت الأدوار التمهيدية على 20 ألف دولار. النادي الأهلي المصري يغيب عن النسخة 30، وذلك بعد اعتذاره بتاريخ 3 مارس 2023. الانسحاب راجع لضغط المباريات المتتالي حسب بلاغ الفريق. واعتمد ترتيب الاتحادات العربية من طرف الفيفا بتاريخ 22 ديسمبر 2022 كمعيار لتسجيل الفرق 37، 10 منها مؤهلة مباشرة لدور المجموعات التي ستجري كما أشرنا سابقا بالمملكة العربية السعودية. الفرق العشر المتأهلة مباشرة هي الرجاء بطل النسخة الماضية ووصيفه اتحاد جدة، بطل الجزائر، بطل مصر، بطل العراق، بطل المغرب، بطل قطر، بطل العربية السعودية، ثم بطل تونس. ولعبت 4 فرق الدور التمهيدي، ولعب الدور الأول المؤهل 24 فريقا بما فيها الفائز في الدور التمهيدي، ليصل 12 فريقا للدور الثاني لتتأهل 6 فرق لتنضاف إلى 10 المؤهلة مباشرة التي ذكرناها سابقا. الفرق 16 المؤهلة وزعت على 4 أفواج. الفوج الأول يضم الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، الصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي. الفوج باء السد القطري، الوداد المغربي، أهلي طرابلس، والهلال السعودي. الفوج سين يضم الزمالك المصري، المنستير التونسي، النصر السعودي، والشباب السعودي. الفوج دال يضم الرجاء المغربي، بالوزداد الجزائري، الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي. ربع النهائي، الأول من فوج ألف سيقابل الثاني من فوج باء يوم السبت 5 أغسطس، وفي نفس اليوم يقابل الأول من فوج باء الثاني من فوج ألف. يوم الأحد 6 أغسطس مباراتان في ربع النهائي، الأول من فوج سين يقابل الثاني فوج دال، والأول من فوج دال يقابل الثاني من فوج سين. نصف النهائي يلعب يوم الأربعاء 9 أغسطس، والنهائي يلعب يوم السبت 12 أغسطس بحول الله. نسخة البطولة لعام 2019 تحت مسمى كأس زايد للأبطال، يتوج بها النجم الساحلي التونسي بعد فوزه في المباراة النهائية ب2-1 على الهلال السعودي. الرجاء المغربي فاز بنسخة 2020 كأس محمد السادس للأبطال بعد تغلبه على اتحاد جدة بركلات الترجيح 4-3. للتذكير، 10 نسخ من 1982 إلى سنة 2001 حملت اسم كأس العرب للأندية البطلة. نسخة 2002-2003 حملت اسم دوري الأمير فيصل بن فهد. 7 نسخ من 2003 إلى 2010 حملت اسم دوري الأبطال العرب. 6 نسخ 2011 إلى 2016 حملت اسم كأس الاتحاد العربي لكرة القدم. نسخة 2017-2018 حملت اسم كأس العرب بطولة العرب للأندية. نسختان حملت اسم كأس العرب للأندية البطلة 2018-2019.
نسخة 2019 حملت اسم كأس زايد للأبطال. نسخة 2020 كأس محمد السادس للأبطال. نسخة 2022-2023 وهي النسخة 30 تحمل كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. بالتوفيق لكل أنديتنا العربية، والنجاح والتوفيق للنسخة 30 كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 22-23. والسلام عليكم.